الناس بتسأل ايه حكاية الدهب، هيفضل يرتفع ولا هيرجع ينزل؟ انت مش لوحدك، السؤال ده شاغل بال ناس كتير جدا، وعشان كده النهاردة هتكلم معاك عن التوقعات اللي هتفاجئك بخصوص سعر الدهب في 2025. ولو انت مهتم بالموضوع ده انا هقولك اسرار وحاجات مش هتلاقيها في اي مكان تاني. قبل ما نبدأ، لو لسه مش مشترك في القناة اعمل اشتراك دلوقتي وفعل الجرس علشان تعرف كل حاجة بتحصل في عالم الدهب اول باول. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك عشان دايما يوصلك تحليلات جديدة وحصرية لأسعار الذهب وغيرها من المواضيع اللي تهمك. النهاردة في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه المفاجأة الصادمة اللي كشفها الخبير في الذهب، وزي ممكن سعر الجرام الذهب عيار 21 يوصل ل 5000 جنيه في 2025. خلي بالك، موضوع مش بس عن الذهب، ده عن مستقبلك المالي كمان. تابع الفيديو للنهاية علشان في آخره عندك مفاجأة هتعجبك جدا إن شاء الله وهتشكرني عليها. طبعا عايزك دلوقتي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الناس مشغولة دايما في مسألة الذهب، سعره هيزيد ولا هينزل؟ ده طبيعي لأن الذهب ليه تاريخ طويل في الاقتصاد وخصوصا في المنطقة العربية، وطبعا احنا في مصر بنعتبر الذهب من أكتر الأصول اللي بنحب نستثمر فيها. ومن هنا جت أهمية الموضوع ده، لأنه في 2025 ممكن يحصل حاجات مش متوقعة. وده مش كلامي أنا، ده كلام خبير كبير زي الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والشريعة. دكتور الإدريسي بيقول إن مستقبل أسعار الذهب معقد، مش سهل تتنبأ بيه. وعشان تعرف إزاي تعال أقولك. أول حاجة لازم تعرفها إن أسعار الذهب بتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية كتير جدا، يعني مش بس العرض والطلب زي ما الناس بتفتكر، في حاجات أكبر من كده، حاجات بتأثر على اقتصاد العالم كله زي التوترات السياسية، الصراعات بين الدول، والأزمات اللي بنشوفها حتى لو في الشرق الأوسط. دي عامل كبير جدا بتأثر على أسعار الذهب. وأما بقى بالنسبة للتوقعات العالمية فالموضوع برضو مش سهل. وبيقول الإدريسي إن سعر الذهب 2025 مش هيبقى ثابت، ممكن سعره يزيد أكتر مما نتخيل. ومثال على كده بنك جولدمان ساكس بيقول إن سعر الذهب ممكن يوصل ل $2700 للأونصة في بداية 2025، وده رقم مش بسيط. ده معناه كمان إن السوق مش هيفضل على حاله وكل حاجة ممكن تتغير في يوم وليلة. وبالنسبة لمصر فبرضه الموضوع مختلف خالص، والخبر الصادم بيقول إن في توقعات إن سعر الذهب عيار 21 اللي الناس كلها بتحبه وبتحب تشتريه ممكن نشوف منه تغيرات يومية، وده بسبب سعر السوق العالمي كل يوم. في تقرير جاي من الخبير المعروف أمير رزق عضو شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، بيقول إن جرام 21 في 2025 ممكن يوصل ل5000 جنيه. أيوة زي ما سمعت، 5000 جنيه للجرام. طيب مع الكلام ده تفتكر الذهب ما يبقاش الملاذ الآمن ليك أو لأي حد تاني؟ ده اختصار طبعا، أيوة طبعا ده أكيد. مع التضخم اللي بيحصل والأزمات الاقتصادية دايما الذهب هو الملاذ الآمن لأي حد، واللي عاوز يحافظ على قيمة فلوسه أو حتى بيفكر يستثمر أكيد هيبدأ في الذهب. هل ممكن التوقعات دي تتغير؟ في ناس بتقول ممكن التوقعات دي تتغير، وإن دوت حاجة مستحيلة نشوفها أو نسمع عنها إننا نشوف الجرام يوصل ل5000 جنيه. بس أرجع أقول السوق العالمي هو اللي بيتحكم في كل حاجة، ودايما أسعاره مش ثابتة مع التوترات اللي بتحصل في العالم كله. وكمان زيادة الطلب على الذهب ممكن الأسعار تتغير في يوم وليلة، وممكن توصل لأرقام عمرنا ما كنا نتخيلها. احنا لسه في أول الطريق، ودي توقعات في بداية السنة. عايزك انت كمان تتابع الفيديوهات الجديدة عشان دايما عارف كل حاجة بتحصل في عالم الذهب، عشان لو معاك فلوس وحابب تستثمر في الذهب تعرف امتى الوقت الصح. اعمل لايك، اشترك في القناة، اعمل شير الفيديو دوت لكل حبايبك عشان كل الناس تستفيد، ونتقابل انا وانت ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله.